ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليم تك. بالنسبة يا جماعة للصور للويندوز، يعني أنا النهاردة باجي أشغل الويندوز بعد ما مسطب الويندوز، بكتشف إن أنا فجأة باجي أشغل صورة بلاقي مفيش برنامج أصلا لعرض الصور في الويندوز. طب هل ده فعلا فيه ولا مفيش؟ طب خليني أقولك النهاردة إن أنت ممكن تشغل برنامج الصور عادي جدا اللي هو الفوتو بريفيور بتاع الويندوز أصلا، بطريقة سهلة أوي. الملف ده لازم تفهموا الاول يا جماعه ان كل ده مرتبط بحاجه اسمها ملفات الريجستري بتاعه الويندوز. يعني انا النهارده الفوتو ريفيور ده موجود اوريدي في الويندوز بس مش مفتوح. فكل اللي احنا بنعمله ان احنا بنفتح له اكسس ان هو يشتغل. فبنعمل ايه؟ بندوس كليكتين شمال على اكتيفيت ويندوز فوتو ريفيور ده، ندوس يس اوكي كده البرنامج يعرض معانا اي صوره بشكل طبيعي جدا. لو احنا جينا مثلا عملنا اوبن ويز اي شيء هتلاقي موجود الفوتو فيور، فبالتالي بتثبته على الصوره نفسها. طب انا عايز الغيه، بنعمل دي اكتيفيت دي وبرده بندوس يس ونقول له اوكي. فاذا انا عندي النهارده معادلتين او بمعنى اصح يعني اتنين ريجستري، ملفين ريجستري بيعدلوا في الريجستري بان انا سواء اشغلها او ان انا اقفلها. طبعا الملف ده هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف عشان برضو تبقوا انتوا معاكم. دي معلومه على السريع كده حبيت اعرفها لكم لان كذا حد جه سالني فيها، فقلت لا انا لازم اشرحها. كان معاكم مهندس احمد من قناه حليم وتك. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عايز اي حاجه، اي حد عايز اي معلومه يسالني في الكومنتات، وانا تحت امره ان شاء الله. لو عنده فكره لبرنامج معين او عنده معلومه عن برنامج معين او عايز شرح لبرنامج معين برضه يكتب لي في الكومنتات. شكرا ليكم والى اللقاء.